عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شفت ابني بيشرب سجاير بس مش عارفة آخد رد فعل معاه أو مش عارفة أعمل إيه. أقول لباباه مع العلم إن باباه بيضربه، لما بيضربه بيعدمه العافية. دبروني أعمل إيه؟ هو في ثالثة ثانوي عام. أعمل إيه؟ دماغي هتتفرتك من التفكير مع إني كنت دايما بكلمه وأتناقش معاه في الموضوع ده. دماغي مش مستحملة أقسم بالله. بص، مبدئيا ربنا يهديهولك، وموضوعك صعب والعلاج هياخد وقت، والعلاج صعب مش سهل. ده بالنسبه للنقطه دي. في نقطة لازم تحطها في دماغك وتاخديها قاعده مسلم بيها، ان هو مش هيبطل السجاير، هيبطل الحاجه دي الا لو قرار ده نابع من جوه هو. يعني هو لو مش عاوز يبطل مش هيبطل مهما عملت ومهما قلت ومهما عملتي. صدقني القصه معاه منتهيه. طول ما هو مش نابع من جوه مش عاوز يبطل مش هيبطل. الموضوع صعب وعاوز حكمه، وابنك شاب، فالموضوع مش هيبقى سهل معاه. وهتقولي بطل مش هيبطل، تمام. فللاسف الحقيقه المره والحقيقه لازم تكوني عارفاها، ان انت توقفي السكه اللي ماشي فيها. ازاي توقفي السكه اللي ماشي فيها؟ خلاص، قصه السجاير زي ما قلت لك هو مش هيبطلها طول ما الموضوع ده مش نابع من جواه، او طول مش هو عاوز يبطلها. فانا اعمل المستحيل بحيث ان اخر حاجه يوصل لها واخر غلط ممكن يتعداه اللي هو موضوع السجاير. يعني ان ما اقصد كلامي، ايوه معلش انا عارف في ناس هتعارض كلامي وممكن الناس تفهم كلامي غلط، بس صدقوني والله يا جماعه هو ده الحل الصح. هو خلاص انا مش هقدر اخليه يبطل، يبقى انا اضعف الايمان اخليه يشرب في اقل في ادق الاماكن، اخليه يشرب في اقل الاحوال وادق الاحوال زي ما بيقولوا. ازاي؟ انا دلوقتي ابني لو انا منعته من موضوع انه يشرب السجاير في اي وقت، هي مش هيكون موجود، او اي وقت كان هيشربها كده كده مش هيبطلها. انا ما اضحكش على نفسي. لا، لو انا عرفته برضه ان انا خلاص الموضوع عادي ومتقبله، تمام. او ان انا مثلا ايه قلت لوالده فوالده مسكه فضربه زي ما انت قلتي، فصدقني حاجز الخوف اتكسر. فبالتالي الولد تاني خطوه هيبدا ان يجهر بالسجاير. يعني زي ما هو مثلا بيشرب في الدره وبيخاف منه، خايف من ابوه يعرف، ابوه لو عرف هيضربه، فخلاص هو الموضوع ده كده بالنسبه له انتهى. هيبدا الولد يبدا في السكه ان هو يشرب السجاير قدام صحابه، مش هيخاف. هقول لوالدك طب انا خلاص انا بابا عرف. فصدقني يعني حاول على قد ما تقدري تحافظي على حاجز الخوف دوت موجود عنده. ان مثلا ابوه عايز تقول لابوه بس ابوه ما يتصرفش معاه. يعني لو ابوه يعرف يتصرف مع الموضوع ده بحكمه خلاص. لا مش عارف، ما تقوليش لوالده قلت له مش هيبطل الموضوع ده. حتى لو مثلا للاسف لو ابوه مسكه وضربه وعجله زي ما بنقوله مش هيبطل اللي بيعمله طول ما هو مش مقتنع بيه. فاللي انا خلاص الكلمه عايز اوصله لي ان انا مش عاوز اتمادى في السجاير فببعد السجاير. لا خلاص، انت السجاير شربت السجاير خلاص، ابتليت بيها فخلينا في السجاير بس. لو انا كسرت هاله الخوف او كسرت حاجز الخوف ما بينه وخلاص بالموضوع معايا عادي. هو دلوقتي مثلا بيشرب الدره بيخاف من بدل معلش ما بيشرب علبه بيشرب سيجاره هيشرب علبه، تمام. لان خلاص الموضوع بيتعرف وابوه عرف وانت عرفت، فالقصه ايه بقت معايا سهله. فخلاص انا ايه هتمادى فيها. زي ما كنت في الاول كنت بشربها في الدره، دلوقتي هشربها ايه قدام الناس كلها عادي. ودوت على فكره بكلمك والله من تجارب احنا عشناها فعلا. فدي بالنسبه للجزئيه دي. في الاخر خدها قاعده، السن اللي في ابنك دلوقتي سن خطير، وسن رفع شعار التحدي، رفع شعار العند. يعني مثلا يا ابني انت مش حاجه غلط، لا صدقني هو مش هيعمل غيرها. مهما كان تاثيرك عليه مش هيبقى زي اصحابه. فالقصه دي صدقني هو وصلت له من الموضوع دوت. هتيجي من حد من اصحابه. مهما انت حاولت مهما انت عملتي، اللي هتعمليه كله في سنين هو اي واحد صاحبي هيضيعه له في دقيقه واحده. يعني بص، في اي حد صاحبي يقول له خد سيجاره حتى لو بطلها هيرجع لها تاني. فلازم القرار ده يبقى نابع من جواه. بس زي ما قلت لك احنا الموضوع صعب، انا معاكي. اهم حاجه ان احنا نوقفه. لا اخر كلمه اقول لك، اهم حاجه احنا نحاول نوقف الخطر اللي ماشي فيه. يعني يبقى هو السيجاره اخره، ما تمداش ما بعد السيجاره، تمام. فخلي الموضوع في هاله، خلي الموضوع في خوف ان مثلا لا ما تعرفش مش هسمح لك الموضوع دوت، تمام. بس ده من غير ما ايه ما يبقى عقاب باين، بحيث ان هو يشرب الحاجه دي هيشربها بدل ما يشرب كميه كبيره يشرب كميه قليله. في الاخر الحل ده صعب انا عارف، في ناس كتير الحل ده مش عاجبها، بس صدقني هو ده الحل الواقعي. وادعي له ربنا يهدي له حاله وباذن الله خير. يعني دوت كل الشباب للاسف طلب الحاجه دي وربنا يسترها معاه.
وفي النهايه نتمنى تكونوا فكره في حل المشكله، وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا، وهلاقي كل المعلومات تتصل بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك، لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير، وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء، ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.